من الواضح كده إن إمه هيسيب الأهلي وهيرحل الأهلي، وإن الأهلي مع إمه مش نافعة ومش ماشية مع بعض، إمام مع الأهلي الدنيا مش ماشية، بس اللي طالع بقى إنه بيتكلم كتير الأيام ديّة إن الأهلي هو اللي هيسيبه، الأهلي هو اللي عاوز يمشّيه، الأهلي هو اللي مش شايفه ينفع في النادي الأهلي ولا أخلاقه ينفع مع النادي الأهلي، بس العكس هو اللي موجود، بس هُم بيطلّعوا الصورة كده عشان جمهور الأهلي ما يهيجش، عشان جمهور الأهلي يفضل يساند. عشان جمهور الأهلي يفضل يقول يا خطيب، بنحبك يا خطيب، ويطلعوا يقول لك هو دي الأسطورة، المهم صورة الأسطورة ما تتهزش عند جمهور الأهلي، هي دي الحاجة الوحيدة اللي بتلف وتدور، مش أهم حاجة النادي الأهلي، لأ أهم حاجة الخطيب، أهم حاجة صورة الخطيب ما تتهز، أما إمام عاشور هو اللي عاوز يمشي عن النادي الأهلي، هو اللي جاب عروه، هو آدم اللي هو الوكيل بتاعه هو اللي بيلعب في دماغه وعاوز يمشيه، اللاعب أصلًا مش بايع على النادي الأهلي، اللي عمله أصلًا إمام عاشور في النادي الأهلي ما فيش حد عمله ولا هيعمله بعده، أقسم بالله إن هو لاعب ينام وما يقومش، والنادي الأهلي عنده مباراة مهمة في بطولة مهمة زي أفريقيا ويقعدوا يرنوا عليه والواد ما يردش ولا في دماغه ولا في دماغه الإدارة ولا أي حاجة، وتروح تعاقبه مع اللي هو ينزل التدريبات أصلًا 10 أيام، ينزل أصلًا وهو واخد بنته وراح يوم ويومين راح حِج ويومين راح عمل عُمرة، ما حدش كان عارف يتكلم معاه ولسه بيلعب وبعد أول 10 أيام نزل لعب أول ماتش وجاب جون وجمهور الأهلي طلع يشجعه ويسانده ويقول له يا إيمو، أيوه يا إيمو، العب يا إيمو، هو دي يا إيمو، بنحبك يا إيمو، المهم إن هو حاطط عليهم، المهم إنه حاطط على الإدارة، ما حدش يجرؤ يعمل اللي بيعمله إمام عاشور في النادي الأهلي ولا حد يجرؤ يكلم إمام عاشور. ليه بقى؟ إن اللاعب مش باع النادي الأهلي أصلًا، ولا في دماغه النادي الأهلي، ولا في دماغه جمهور النادي الأهلي، الواد بيقولها علنًا كده أنا هامشي، ما حدش هيعرف يتكلم معايا، ولا حد هيعرف يعمل معايا أي حاجة. ما دام اللاعب أصلًا مش بايع على النادي الأهلي مش هتعرف تتكلم معاه، هو اللاعب هيمشي أصلًا، اللاعب كان جاي النادي الأهلي أصلًا زي كوبري كده، يا باشا ادّي لي فلوس، نجّمني شوية، خلّيني أحسن لاعب في مصر، هو أصلًا في الزمالك ما كانش أحسن لاعب في مصر، يعني إمام عاشور لو جينا وهو أيام النادي الزمالك مش هتلاقي أحسن لاعب في مصر ولا أي حاجة، كان لاعب مهم، لاعب صغير، لاعب بيجيب بطولات، من أهم اللاعيبة، بس مش أهم لاعب في الزمالك، مش هو النجم بتاع نادي الزمالك، يعني زيزو الجعان ده أهو كان أهم منه، شيكابالا كتير لعيبة كتير كانت أهم منه، بن شرقي غيره كتير. اللي هو برضه خدته ورُحت خدته عشان تغيظ في نادي الزمالك، هو لاعب منتهى أصلًا، انتهى الموضوع، مش بيئته ينفع أصلًا مع النادي الأهلي، بس أهم حاجة تحرق جمهور الزمالك والنادي الزمالك، تقف قدّام نادي الزمالك، هو دي أهم حاجة عندك، أهم حاجة، بس الحقيقة إن الواد ده حَط عليكم أقسم بالله مخلّيكم شكلكم وِحِش وما تعرفوش تتكلموا، ما تعرفوش تعملوا أي حاجة، ليه؟ الواد الواد حاطط عليكم، الواد مش في دماغه، الواد يا اسطى بُص، جايب عقد من السعودية، بيقول لك أنا هامشي آخر الموسم، لو ما ادّيتنيش فلوس مش لاعب، مش هتعرف تعمل معايا حاجة، هاقعد دكة، مش هاقوم، مش هارُد عليكم، مش هتعرف تتكلم معايا، أنا هامشي آخر الموسم، هاخلّص مع أي فريق وأمشي. الواد مش في دماغه، أقسم بالله ما في دماغه، بيعلّم الأهلي يعني إيه إمام عاشور، أيوه ربنا، دي درس، نكتب بقى ماذا فعل إمام عاشور في النادي الأهلي، كسر مبادئ النادي الأهلي. كسر هيبة الخطية، ولا أجهش بالبكاء ولا الشغل ده ما بيأكّلش عيش مع العيال دي، الواد ده من السنبلاوين جاي بُص جاي يبهر، كان بيجري على سكة القطر مش في دماغه، الواد مش في دماغه، سيبك بقى إنه الخطيب كلمني والخطيب ما قاليش، أهم حاجة الواد ده بيدّي لجمهور الأهلي على دماغه، بيدّي الخطيب على دماغه، بيدّي الإدارة على دماغه، بيدّي الجهاز الفني على دماغه، ما الجهاز الفني بيخسر وبياخد على دماغه، فأول ما إمام عاشور بييجي أو مستواه شوية يقوم زقّه في الملعب ما يسجّرش إنه عاجبه مثلًا ما يلعبهوش ولا حاجة لأ، وكلّه بيبوس راسه وكلّه بيقول حبيبي يا إيمو، أهم حاجة إيمو يكون في الملعب، هو دي أهم حاجة. أهم حاجة إمام عاشور هيمشي آخر الموسم وسكته خلاص انتهت، بس الموضوع ده جاي مش من إدارة النادي الأهلي، ده إمام عاشور هو اللي مش عاوز يكمّل، اوعى تحسب العكس، اوعى تسمع كلام اللي بيحصل في الإعلام، الواد ده هو اللي عاوز يمشي زيه زي وسام، اتعلّم زي وسام.